في جملة مشهورة عندنا اللي يحبك ينغشك. طيب لو أنا جبت لك الجملة دي بس أنت اللي هتكملها، اللي يحبك هتحط كلمة إيه؟ يلا بينا نشوف. أغلب مشاكلنا النفسية بتبقى مع الناس اللي حوالينا نتيجة العواطف بتاعتنا اللي هي زيادة عن اللزوم، فبنرفع قوي سقف توقعاتنا من الشخص اللي قدامنا، ونقول مثلا اللي يحبنا يهتم بينا، اللي يحبنا يسأل علينا، يسمعنا لما نبقى في مشكلة ونحتاج له يطلعنا منها ويحاول يساعدنا فيها، لما نبقى في أفراح يبتدي يشاركنا، لما يشوف فينا عيب يبتدي يقول لنا، وهكذا. ونرفع قوي قوي سقف توقعاتنا ديت لحد ما بينزل بعد كده على دماغنا ونخش في حالة نفسية زي الزفت. طب قبل ما نخش في حاجة زي كده وقبل ما نبتدي نسرح بخيالنا في اللي مطلوب من اللي بيحبنا انه يعمل ايه، عايزاكوا تحطوا في بالكوا حاجتين مهمين جدا، وهي ان العلاقة ديت اللي بينك وبين شخص تاني فيها حاجتين اساسيين: الشخص اللي قدامك وانت يا استاذ. طيب، اول حاجة فيهم وهي الشخص اللي قدامك ده. يا ترى الشخص اللي قدامك ده هو يستاهل اصلا ان انت تنتظر منه شيء؟ لما تقدم له خير منتظر منه ان هو يقدم لك خير؟ يعني مثلا الشخص ديت، ركزوا معايا كده، انت قاعد بتديله وهو بيحوش ولا بينزل كده زي الكوباية دي؟ شايفينها؟ قاعد تدي 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 وهو يسرب يسرب يسرب، وفي النهاية يقول لك: هو انا شفت معاك ولا يوم حلو؟ هو انا شفت منك اي عمل حلو؟ تعالوا اديكم مثال كده مع الصحابي حاطب ابن ابي بلتعة. الصحابي ديت كان من الصحابة اللي هم شهدوا بدر، ولكن حصل فيه هي حاجة. كان في مرة في قبل فتح مكة، في غزو في صلح الحديبية، كان رايح الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل عمرة هو والمسلمين، فراح بعت رسالة ورايح يبلغ أهل مكة إن المسلمين طالعين ليكوا علشان يعملوا عمرة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف باللي حصل دي، وبعت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام إن هم ياخدوا الرسالة دي من السيدة اللي كان بعتها حاطب بن أبي بلتعة علشان توصل الرسالة لأهل مكة. فلما عرف الرسول باللي حصل ديت وراح بعتهم وجاب الرسالة، راح جاب حاطب بن أبي بلتعة عشان يسأله هو ليه عمل حاجة بالشكل ديت، ليه عايز يبعت رسالة. راح قال له: يا رسول الله، أنا ما بعت لهمش غير إن أنتوا رايحين تعملوا عمرة، يعني قلت إن أنتوا مش هتتأذوا بالخبر ديت، وفي نفس الوقت أنا أصلا مش من أهل مكة، وحبيت إن أنا أعمل ود كده ما بيني وما بينهم علشان ما يعملوش حاجة القرايب اللي موجودين في مكة، لأن كل واحد من المهاجرين عنده قرايب ناس كبيرة في البلد تقدر تحافظ على أهلهم اللي في مكة، ما عدا أنا أصلا جاية على أهل مكة، أنا مش من أساس أهل مكة، مش قرشي. فرحت قلت خلاص اتودد اليهم بده بالخبر ده ان المسلمين جايين، وفي نفس الوقت انا ما وصلت لهمش حاجه، يعني هما كده كده انتوا شويه وهتروحوا تعملوا عمره وهيشوفوكوا وانتوا رايحين، فانا حبيت اتودد ليهم. طبعا اللي عمله ده مش صح، ولكن هو ليه عمايل كتير كويسه مع المسلمين، ليه رصيد، ليه حاجات كتير ممكن نغفر له الحاجة ديت عشان الأعمال الكويسة اللي هو كان عاملها معانا. فنزلت اللي هي سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا الرحمن الرحيم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صدق الله العظيم. هنا هو قال له يا أيها الذين آمنوا، يبقى هو عاتبه: انت عملت حاجة مش كويسة ولكن ما كفرش، هو ما زال من المؤمنين، من فئة المؤمنين. وكمان نبهه على حاجة تانية، ايه هي؟ ان هو بيقول له الناس اللي انت بتتودد اليهم دول، يعني خد بالك لازم تنتقي الشخص اللي انت بتتودد اليه، دول لو انت وقعت تحت ايدهم في غزوة من الغزوات هيبهدلوك وهيشتموك. بسم الله الرحمن الرحيم: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. صدق الله العظيم. لو وقعت تحت ايديهم هيبهدلوك. إذا مش أي حد تتودد له، لازم اللي تتودد له ده أصلا يكون بيتقي ربنا. يبقى أول حاجة الشخص اللي انت بتقدم له المعروف ده قدمه، ما قلناش حاجة، ولكن ما تتوقعش خير من شخص أساسا مش كويس، ما تتوقعش خير من شخص أساسا ما بيخافش ربنا. يبقى دي أول نقطة، ده اللي خاص بالطرف اللي قدامك. طب الحاجة التانية بقى وهي الطرف التاني في العلاقة، انت حضرتك هنا لو لقيت نفسك حصلت معاك مشاكل مع الناس اللي بتتعامل معاهم او اتصدمت فيهم، خد بالك ان الله لا
يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف نفسك، يا ترى علاقتك ايه مع ربنا؟ يا ترى علاقتك ايه مع الناس اللي حواليك؟ يا ترى بتتعامل معاهم كويس ولا بتحرج حد وبتظلم حد وبتسرق حد؟ وبالتالي ربنا هيخلي حد تاني يعمل فيك نفس الحاجة اللي انت كنت بتعملها. ودي حاجة كويسة ان ربنا يخلص من ذنوبك في الحياة الدنيا وينبهك ليها علشان تفوق وتستغفر ربنا قبل ما تتعذب العذاب ده في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الحديث القدسي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا لو انت تقربت إليه وعملت الفرائض اللي ربنا قال عليها وعملت السنن واتقيت ربنا في عملك وفي تعاملك مع الناس، خد بالك أي خطوة هتبقى تمشي فيها، سواء اللي بتسمعه، سواء اللي بتشوفه، سواء اللي بتعمله بإيدك، سواء المشاوير اللي بتروحها، ربنا هيكون معاك فيها وهيوفقك فيها. ولو سألت ربنا هيديك. كل ده نتيجة تقربك إلى الله. فشوف كده نفسك، علاقتك عاملة ايه مع ربنا؟ اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه؟ راجع نفسك وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. طب افرض انت عملت كل حاجة كويسة وبدأت تعمل الطاعات وتتجنب اللي ربنا نهى عنه وكل حاجة، ورغم كده حصلت لك المصيبة. خد بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه عن المؤمن؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خد بالك قبل ما تنتظر من اللي قدامك حاجة كويسة، لازم تفكر في النقطتين دول. هل هو شخص هيديك حاجة كويسة أصلا؟ طب هل أنت تستاهل الحاجة اللي حصلت منك ده؟ أنت عملت حاجة وحشة وبالتالي كانت الرد منه هو؟ راجع نفسك في النقطتين دول، هتلاقي نفسك رضيت كده وصبرت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.